السلام عليكم. بعد الإنجاز الكبير للمنتخب المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، حظي لاعب المنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم باهتمام بالغ من قبل عمالقة الأندية الأوروبية إثر عروضهم القوية خلال منافسات الألعاب الأولمبية التي تدور حاليا في باريس الفرنسية وتستمر حتى الأحد القادم، إذ من المرجح أن تشتد المنافسة على استقطاب أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي المغربي في الميركاتو الصيفي الحالي. وتسيل 6 أسماء بارزة في صفوف المنتخب المغربي الأولمبي لعاب عدد من الأندية الأوروبية المرموقة، ويتعلق الأمر بأمير ريتشاردسون الذي عمره 22 عاما، وبلال الخنوس 20 سنة، وزكريا الوحيدي 22 عام، وسفيان رحيمي 28 عام، نظرا إلى الأداء الكبير الذي قدمه هؤلاء في المنافسات الألعاب الأولمبية ومساهمتهم في تتويج أشبال منتخب أسود الأطلس بالميدالية البرونزية عقب الفوز العريض على منتخب مصر بسداسية نظيفة أمس الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. ووفقا لما نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن نجم نادي ستاد ريمس الفرنسي أمير ريتشاردسون أظهر أداء باهرا في أولمبياد باريس، لذا ترغب 5 أندية أوروبية في التعاقد معه، وهي إيفرتون وتوتنهام هوتسبور الإنجليزي وروما وفيورنتينا الإيطاليين، وكذلك أياكس أمستردام الهولندي، في وقت يطالب فيه ناديه ستاد ريمس ب10 ملايين يورو مقابل التخلي عن أحد أبرز لاعبي في وسط الملعب. إضافة إلى ريتشاردسون، تضيف الصحيفة الفرنسية، أصبح هداف الأولمبي المغربي والعين الإماراتي سفيان رحيمي مطلوبا بقوة لدى 3 أندية أوروبية بغرض الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي، وهي ليون الفرنسي وفيا ريال الإسباني وشتوتغارت الألماني، إضافة إلى عدد من الأندية السعودية، وذلك بعد دخول التاريخ من بابه الواسع بكونه أول لاعب إفريقي يسجل 8 أهداف في منافسات الألعاب الأولمبية. من جانبه دخل نادي بنفيكا البرتغالي في مفاوضات جادة للتعاقد مع الظهير الأيسر للمنتخب المغربي زكريا الوحيدي خلال الميركاتو الحالي، إذ قدم عرضا بقيمة 8 ملايين يورو من أجل التعاقد معه، في حين يشترط ناديه الحالي مبلغ 25 مليون يورو مقابل بيع عقده نهائيا. أما بلال الخنوس أحد أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي في وسط الملعب، فأصبح قريبا أكثر من الانضمام إلى نادي لايبزيغ الألماني بعد المستوى الجيد الذي قدمه مع ناديه جنك الفرنسي البلجيكي الموسم الماضي، وأيضا مع منتخب أسود الأطلس في أولمبياد باريس. وكشفت تقارير إعلامية بلجيكية اليوم الجمعة أن المفاوضات بين نادي لايبزيغ وجنك بلغت مراحل متقدمة، خصوصا بعد أن أعطى النجم المغربي بلال الخنوس موافقته على الانتقال إلى الدوري الألماني. وفي الأخير مشاهدي الكرام، لا تبخلوا علينا بالاشتراك واللايك للمتابعة.